بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد، خلينا نخش على طول. النهارده هنتكلم عن قضيه جديده وحادثه جديده، وهي حادثه الطالبه ساره حسن العاد، ضحيه الشاب المستهتر ال 17 سنه اللي ما كان سايق من غير رخصه اساسا واتقتل. دي طالبة كانت في رابعة كلية ألسن وخلاص، كانت على وشك إنها تتخرج، كان عندها حلم، بس الحلم ده اتدهس حرفيا. في يوم 15 فبراير 2025 كانت سارة راجعة من السكن الجامعي، ماشية على رصيف، فجأة لقت شاب عنده 17 سنة سايق بتهور بدون رخصة بسرعة مجنونة ودهسها، ودهس سارة قدام سكن البنات. قدام سكن البنات، موقفش، كمل ولا كأن حاجة حصل. يعني الواد مش فارق معاه الروح اللي قتلها. تمام، خلينا نكمل. سارة من ساعتها دخلت في غيبوبة وجسمها كان كله مصاب، نزيف في المخ، كسور، نزيف داخلي، انفجار في الرئتين، كسر في الضلوع والمخ. 60 يوم يا عزيزي المشاهد، 60 يوم في العناية المركزة، وفي الآخر القلب اللي كان بيحلم يفرح قلبه انتهى ومات وراح عند وجه رب كريم. الصدمة التانية، الواد كل ده مؤلم، بس لسه الأسوأ. الولد اللي دهسها خرج بكفالة 20,000 جنيه. تخيل عزيزي المشاهد، دفع كفالة في واد 20,000 جنيه في حياة بنت، وظهر بعدها بحفلة وفرحان وبياخد صور سيلفي، والبت ماتت، وأهل سارة بيعيطوا بدل الدموع دم عشان حقها يرجع، والواد هو ولا هنا بيصور سيلفي. في ناس قالت قدر الله وما شاء فعل، بس لا، اللي حصل مش قضاء وقدر، اللي حصل ده إهمال واستهتار وسكوت المجتمع. حق سارة فين مش هشتغل بس، دي صرخة لكل حد مسؤول عنده ضمير يقدر يجيب حق البنت. احنا لو سكتنا على اللي حصل الفترة دي، يبقى بكرة بنتك، أختك، صاحبتك ممكن تكون مكانها. شوفوا حضراتكم ولادكم، ممكن تحطوهم مكانهم، وإيه اللي يحصل لو احنا سكتنا على حوادث زي ده اهي. شفتوا الإهمال والاستهتار ممكن يوصل لحد ايه؟ احنا ما بقيناش في بلد، دي غابة، وكله بينهش في بعضه. الوضع أكتر من كده أسوأ. احنا حضاراتنا ما بقيناش عارفين. حادثة طالبة كلية روان جامعة الزقازيق اللي احنا اتكلمنا عليها، وطلعت انها اتقتلت بسبب ان العميد قتلها، ومساعدة دكاترة الانتساب عشان عشان ايه؟ عشان يقتلوها بعد ما مسكت عليه فيديوهات مخلة مع واحدة. وقضية إهمال واستهتار من عيل عنده 17 سنة مش معاه رخصة سواقة، بيسوق بكل تهور، قتل البنت اللي كانت حلم أهلها تبقى متخرجة وتشتغل، وفي لحظة واحدة الحلم ده يدهس بسبب عيل. 20,000 جنيه قصاد حياة بنت؟ يا راجل، منكم لله، وحسبي الله ونعم الوكيل. كل ده ولسه في برضه حوادث تانية هنحكيها. عزيزي المشاهد، اربط حزام الأمان عشان في الفيديوهات الجاية هتبقى كلها قضايا زي ده اهي، وفضايح، ولازم الحق يرجع. حق روان مش حق روان فين؟ ده مش هاشتاج، ده احنا لازم كلنا نقول فين العدالة لحق روان. يعني انت حضرتك دفعت الكفالة للباشا 20,000 جنيه قصاد حياة البنت ليه؟ لا هو قضاء وقدر ولا قدر الله وما شاء فعل. ده سكوت المجتمع على الحوادث اللي زي ده ايه.
كل ده مش عارفين. وحضرتك انت خرجت ب20,000 جنيه كفالة، طب لم نفسك، ايه، اقعد في البيت. جاي ان انت بتحتفل في حفلة وتتصور سيلفي ولا كأنك عملت حاجة. يا بجحتك، يا بجحتك يا أستاذ، يا بجحتك يا واد. احنا غابة، احنا في غابة دلوقتي، كل واحد بيعمل ما بداله من هتك عرض واغتصاب وحوادث دهس وجرائم قتل عشان الناس تشبع رغباتها وشهواتها. ولحد هنا خلينا بقى نقول، هنا عايزين حق رواية، حق سارة حسن العادل، والواد يتحبس، ما يدفعلوش كفالة، لأن اللي زي دول ما ينفعش يخرجوا، المفروض دول يتعدموا في ميدان عام. رحم الله سارة حسن العدل، وربنا يصبر أهلها، وأشوفكم فيديو جديد. وطبعا ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وأشوفكم بكل خير. السلام عليكم.